السلام عليكم، شلونكم يا ولد؟ وياكم فيكسد بمقطع جديد اليوم يا ولد. وعلى التيك توك وانا اقلب وهو طلع لي فيديوهات عن الذكاء الاصطناعي او الترند الجديد صاير مع الذكاء الاصطناعي. فاليوم راح نشوف بعض المقاطع اللي على التيك توك ونسوي عليها ردة فعل. بس قبل البداية لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وبس. خليكم ويا المقطع. يابا هذا الصبور صاير اغلى من الذهب، صدق جذب. السمك صاير بس للزناكين. على كيفكم ويا الفقير عمي. انت مصدق نفسك يا حجي؟ عود انت حقيقي؟ انت مجرد ذكاء اصطناعي مسويك عبد الله. يعني سبحان الله، حتى بالذكاء الاصطناعي ندق ونبكي. شو وقت نصرف نفرح يا عم؟ لا اله الا الله، حتى بالذكاء الاصطناعي مخلونا نبكي ونصيح على اسعار. يا حبيبي خلونا نفرح على الاقل، نشوف نغير مقطع نفرح بيه. شي السالفه؟ يا حاجة، سمعتي بالذكاء الصناعي؟ اي سمعت به. هذا يردغني سبايدر مان. الحاجة ولات سبايدر مان. اعوذ بالله، البارحه سبايدر مان الهندي واليوم سبايدر مان المغربي. عود حجيه سبحان الله. عود لا، ما ادري ايش قالت هذا يخليني سبايدر مان، ما ادري ايش قالت. الله. شنو سبايدر مان مكشوف الهويه هذا؟ يا هذه المقاطع الحلوه، قام جاب حجي يصيح ويبكي. شنو السالفه؟ المهم. والله الترند هذا ترند غريب جدا، يعني ما ادري شو سالفته. بس المهم انه ذكاء اصطناعي، لو مو ذكاء اصطناعي كان بلعنه. المهم علينا، خلونا نشوف غير شيء. شنو هاي الطماطه التعبانه اللي انطيتنا اياها؟ الشمس حارقته وتبيع الكيلو ب 2000 دينار. عمي على كيفك، هاي احسن طماطه بالعراق. هسه انا انطيك احسن طماطه بس اعصابك. خويه شنو هالسالفه؟ الدنيا حاره وانتم تتعاركون على كيلو طماطه. تعال خويه اخذ لك زوريه تازه. يا الله، هم رجعوا النوب يتلاطشون على الطماطه. شنو هاي؟ عفوا، يعني النوب جت الحجيه تقول تعال هاك زوريه. ويلي والله حجيه ام الوقفات هاي. حجيه عظيمه صراحه، ام الوقفات وقفت لهم وقفه حلوه. شافتهم متلاطشين على السمك يا سمك. شافتهم متلاطشين على الطماطه، جت عليهم ليش متلاطشين على الطماطه؟ هاكم. بعدين اللهجه غريبه، يعني الذكاء الاصطناعي ما يدبر اللهجه العراقيه، بس مع ذلك والله بيرفكت. ما ادري شلون جابها، انه عنده كلمات مضبوطه. والله يا ولد الذكاء الاصطناعي اليوم مقطع تسليكي طبعا، ان شو اسمه قاعد متاخر ما لحقت اصور. في المهم كان يعني شو تقولون؟ صحيح مو يعني صراحه. غريب طبعا، لان مقاطع يجي لقيت بسيطات كان يطلع لي والله اقوى، بس ما لقيت، ما ادري وين هنا. المهم اذا مقطعنا اليوم يا ولد كان ياكم فيكسد والله حيهم.